تعالي أقولك فكرة مشروع سهلة ومريحة. هنعمل مع بعض بسكويت المربى، اقتصادي وسهل وسريع، ينفع للبيت وينفع مشروع مربح صغير بمكسب حلو قوي. هاتي بولة كبيرة، هنحط كوب واحد من مربى المشمش أو أي نوع مربى تحبيه، وبعد كده نضيف بيضة واحدة ومعاها رشة فانيليا ونقلبهم كويس. دلوقتي نضيف كمان كوباية من السمنة أو الزبدة ونجمع الخليط مع بعض، ونبدأ نضيف الدقيق تدريجياً 3 كوبايات، والمقادير مكتوبة على الشاشة، ومعاها رشة ملح والبيكنج باودر، ونقلبهم لحد ما تتكون معانا عجينة طرية. نلم العجينة بإيدينا لحد ما تبقى ناعمة وسهلة التشكيل. نشكلها حسب رغبتنا، دواير أو مربعات أو أي شكل تحبيه. ندهن وش البسكويت ببياض بيضة ونزينها بالمكسرات أو السمسم. بعد ما نخلص نرصها في صينية الفرن أو صاج على درجة حرارة 180 درجة لمدة نص ساعة لحد ما لونها يبقى ذهبي. وبكده البسكويت بالمربى جاهز. وصفة جميلة جدا وطعمها حلو، تنفع تحلية سريعة مع الشاي أو القهوة، وكمان تنفع مشروع مربح. الوصفة دي تقدري تعمليها في البيت وتكيسيها وتبيعيها بكل سهولة، وتعملي جروب على النت وتبيعي عليه أو في المحلات زي ما انتي عايزة. يلا يا ست الكل، حطي لايك حلو واشتراك عشان تفيدي غيرك. مع قناة وصفات كنوز الطبيعة هقولك مشاريع تانية بمكونات من البيت سهلة واقتصادية وتزودي بيها دخلك. ما تنسوش تصلوا على النبي وتقولولي بتتابعوني من أنهي بلد، واللي جربها يكتبلي في التعليقات.